بص الحركة دي بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم، يلا بينا نعمل الجبنة الحلوم اللي بنجيبها بمبلغ وقدره. شوفوا الكمية دي كلها من 1.5 كيلو لبن. اهم حاجة ناخد بالنا من ادق التفاصيل. يلا بينا حبايب قلبي. اول خطوة هنعملها ان احنا نغلي اللبن. هغلي اللبن وارجع لكم. بعد ما غلينا اللبن بالشكل دوت هنسيبه يبرد خالص، وهنحطه في التلاجة ونبيته ليلة، وارجع لكم بكرة ان شاء الله بعد ما بيته ليلة في التلاجة عشان نبدأ اول الخطوات. حبايب قلبي، بعد ما بيتنا اللبن في التلاجة هنبتدي دلوقتي نشيل القشطة بتاعته. يبقى احنا كده خدنا القشطة عشان نعمل بيها زبدة، وكمان غلينا اللبن علشان نعقمه، وبعد كده هنشوف مع بعض الخطوات. يلا بينا. يعني احنا كده كنا هنعقم اللبن في درجة حرارة عالية، فبما اننا غليناه عشان نعقمه، يبقى بالمرة نجمع بقى قشطته علشان نعمل منها زبدة. بسم الله. جمعت القشطة زي ما انتوا شايفين كده، وده اللي قدرت اجمعه، والباقي سايباه في اللبن. هنبتدي دلوقتي ندفي اللبن على درجة حرارة 37. طب اللي ما عندوش درجة حرارة 37 يعمل ايه؟ تحطي صباعك يا دوبك تطيقي يعني صباعك يطيق اللبن، ما تبقاش سخنة قوي على صباعك، اسخن من دمعة العين حاجة بسيطة. هسخنها ونشوف الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده هندفي الطاجن بتاعنا. انا حطاه على صاجة على النار من فوق يدفى، وهبتدي احط اللبن ياخد درجة 37، او زي ما قلت لكم لما نحط صباعنا ونلاقيه يقدر يطيق اللبن. خلاص هيدفى وارجع لكم. الخطوة اللي انا هعملها ديت خطوة مهمة جدا. هو لسه زي ما انتم شايفين كده بيدفى. انا دلوقتي هعملها معاكم بدقيق خالص بزبادي، لكن بعد كده ان شاء الله لو هعمل معاكم جبن هعملها بمنفعه ان شاء الله. انا بقول لكم عشان تعملوا حسابكم ونبقى جاهزين نشتغل مع بعض. بنضرب نص علبه زبادي كويس جدا كده، وننزلها في اللبن المنظر ده، ونبتدي نضربها كده في اللبن، نوزعها في اللبن كويس جدا. بعد كده هنغطي الطاجن بتاعنا ونحطه في حته دافيه ونقمره بحاجه. طبعا موضوع الزبادي لازم هيبات يوم ونص على حسب درجه الحراره عندك في البيت. لما يبقى قرص واحد، اول ما يبقى قرص واحد كده الجبنه بتاعتنا نقدر نشتغل فيها ونبدا الخطوات اللي بعد كده. وزي ما قلت لكم احنا بنعمل، انا عن نفسي بعمل بكميه لبن صغيره عشان المره دي بعمل بزبادي، لكن ان شاء الله المره الجايه هنعمل كميه كبيره ونشتغل بالمنفعه كلنا مع بعض. خلاص كده بيتهيالي ان احنا وصلنا خلاص لدرجه الحراره المطلوبه اهو كده. انا هقفل عليها وهبتدي ان انا اغطي الطاجن بتاعي واكمره في حته دافيه، وارجع لكم اول ما يبقى قرص واحد. ويا ريت يتحط في حته ما يتحركش منها خالص لحد ما يبقى قرص واحد علشان ما يبوظ. خلاص. انما بقى بالمنفعه بنشتغل فيه بعد ساعه على طول. اشوفكم ان شاء الله لما يبقى قرص واحد. حبايب قلبي، بعد ما سيبناه يوم كامل زي ما احنا شايفين، احنا لو عملنا كده هنلاقي طبقه قشطه ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. ده غير ان انا شايله القشطه قدامكم ماشي، وهو زي ما انتوا شايفين كده بقى قرص واحد. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ في المرحله دي هنقطعه كده علشان يفصل من المصل بتاعه. نحاول على قد ما نقدر نخرطه خالص.
وهنسيبه لمدة من نص ساعة لساعة لحد ما نلاقي الوش كله بقى مية صفرا والجبنة رقدت تحت زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبه لمدة من نص ساعة لساعة ونرجع. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده الجبنة رقدت تحت والمية بقت فوق. طب لو احنا سيبناها لمدة ساعة وما عملتش كده، بالنسبة للناس اللي بتستخدم الزبادي هندفي الفرن وندخلها ونسيبها في الفرن الساعة 2 لحد ما طبعا هندفي الفرن بس مش هنفضل مشغلين، نسخنه، يعني نسخن الفرن ونطفيه وندخلها، هنلاقيها فصلت وحتى ميتها تبقى صفرة كمان اكتر من كده. انما بالمنفعة بعد ساعة بتكون فاصلة على طول. يلا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده. حبايب قلبي هنحط مصفى على حلة، وهقول لكم ليه حلة وده ضروري، وعايزة كل نقطة مصل عشان احنا هنقرش المصل ان شاء الله، وهتفهموا دوت مع الخطوات. فمصفى على حلة علشان الحلة دي هنستخدمها بمصلها كده على طول، ماشي. وبعد كده هتجيبوا حتة شاشة بيضة، اي حاجة تكون سهلة ان هي تنزل المصل بتاعي من الجبنة. انا عاملة دي مخصصها للجبنة زي ما انتم شايفين، هي خفيفة كده، طرحة شريحة للجبنة، حلوة جدا بستخدمها على طول. يلا بينا بنعملها كده وندلق الجبنة بتاعتنا كلها كويس جدا، و هنروح مقفلينها كويس. ما انتوا شايفين كده، وبروح ربطها كده. انا مش هضيقها قوي، هبحبحها. ليه بقى ليه هبحبحها؟ لاني عايزاها تكون سمكها مش كبير، عايزه سمكها ما يكونش عريض عشان هتتعمل صوابع. خلاص هنحط عليها تقل. مليت الطاجن ميه وحطيته عليها كتقل، وهنرجع كمان كام ساعه كده تكون صفت كل المصل بتاعها خالص عشان نشتغل في المصل، وفي نفس الوقت تكون هي جاهزه نشتغل فيها. حبايب قلبي هنبتدي نفكها ونشوفها دلوقتي كده. كده بيتهيالي ان المصل نزل منها، بس انا محتاجه ان انا انشفها اكتر، فهنقلها على قطعه قماش تانية تكون ناشفه خالص وانزل عليها التقل. جبت القطعه دي هحطها انقل فيها. بعد ما نزلت الجبنه كلها بحاول اخلي شكلها مستطيل عشان وانا بقطعها. وعلى فكرة كمية الجبنة دي هايلة جدا، من حوالي 2 كيلو الا ربع لبن، يعني كمية كويسة جدا. الشكل ده، وبقفلها كده من غير ما اربط ومن غير حاجة، بديها شكل المستطيل بالشكل ده. وهرجع احط عليها تاني التقل بتاعي عشان محتاجة ان هي تكون انشف من كده لانها دوبل كريم لسه، فهي مرحلة التقل بتتحط كذا مرة لان في البيت ما عندناش مكبس. ونرجع تاني كمان ساعتين تكون بقت تمام. دلوقتي يا حبايب قلبي ده المصل اللي طلع، انا حطيته في حلة على النار عشان نقرشه، يعني هنطلع منه جبنة تاني.
هنشوف الطريقة، بس هو يوصل لدرجة السخونية الشديدة، درجة ايه 85، ونشوف الخطوة اللي بعد كده هتبقى ايه. ودلوقتي دي الجبنة شلنا من عليها التقل، وهنبتدي نشتغل فيها علشان برضو نشوف الخطوة اللي جاية، لان برضو هنستخدمها في نفس المصل هو بعد ما نقرشه. هنفتح كده على الجبنة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نشيلها، نحطها على حاجة عشان هنقطعها. هشيلها وارجع له بالشكل دوت. حطيتها على خشبة وهبتدي اقطعها التقطيع اللي انا عايزاها للجبنة الحلوم، علشان هي لسه في ليها خطوة تانية مهمة جدا. هبتدي ان انا احاول اعملها صوابع، و بسم الله الرحمن الرحيم. هكملها وارجع لكم. قطعتها بالشكل ده كده. مهمة الجبنة بتاعتي هنشوف الاول. هنبتدي ان احنا نشتغل في المصل علشان نبتدي نشتغل في الجبنة. المصل بتاعنا وصل درجة الحرارة بتاعته دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو، بدأ ان هو يسخن. هنحط له الكمية ديت حوالي المية حوالي لتر ونص مية، يمكن اقل شوية. هحط لهم ربع كيلو لبن، من ربع اقل من النص كيلو لبن. كل ما كمية المصل تكتر كل ما بنكتر اللبن. يعني مثلا لو 15 كيلو مصل للناس اللي بتعمل جبن بكمية كبيرة، نحط لها مثلا كيلو او كيلو وربع لبن. فاحنا دلوقتي هنضيف لبن. وخدوا بالكم ان كان في حاجة مهمة جدا انا نسيت اقولها لكم، ان احنا ايدينا في المصل دايما بنقلب علشان ما يفرطش مننا. تقليب مستمر 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 حتى بعد ما نحط اللبن لحد ما يوصل للدرجة اللي هي فوق 85 درجة الحرارة. هبتدي دلوقتي اضيف اللبن. انا هحط حوالي كوباية لبن. ايديا فيها افضل اقلب كده ثانية بس اشيل الحاجة اللي على الوش دي، وبقلب. عملت صح؟ الخطوة اللي بعد كده هنحط نص معلقة ملح ليمون ونسيبها لمدة 5 دقايق بقى وهي في درجة الغليان عشان تقرش والمصل يطلع لي باقي الجبنة اللي جواه. ونشوف الكمية اللي هتطلع قد ايه ان شاء الله. ربع كوباية مية هنحط فيها نص معلقة ملح ليمون، نص معلقة صغيرة. خلاص هنقلبها. وهبتدي دلوقتي ادلقها على المصل بالشكل ده. ودلوقتي هدي تقليبة واحدة بس، ادخلها كده في المصل كله وهسيبها ما مديش ايدي فيها خالص لمدة 5 دقايق لما تقرش الجبنة كلها. هنبتدي نلاقي ونلاحظ انها بدأت تقرش لي جبنة على الوش. هنسيبها لمدة 5 دقايق ونرجع. بعد 5 دقايق هنبتدي نشيل الجبنة. الجبنة دي نقدر نستخدمها في الحلويات
ونقدر نحط لها ملح وتبقى دبل كريم. هشيلها كلها وارجع له. على قد ما تقدري تنضفي المصل خالص، لان اي جبنه هتكون عالقه فيها هتبقى على جدار الجبنه الحلوه. خلاص، ودي كميه الجبنه اللي طلعت. هنقفل عليها كده ونسيبها بقى تتصفى براحتها. وزي ما قلتلك تقدري ان انت تستخدميها في الحشوات، او تحطي لها ملح وتبقى دبل كريم. خلاص، نرجع لجبنتنا بقى. والمصل بتاعنا زي ما احنا شايفين هو في درجة غليان. هنبتدي نحط في القعر بتاع الحلة بتاعتنا زي طبق فيه، عشان يحمي الجبنة ما تتحرقش من تحت من النار. وزي ما انتوا سامعين كده بيغلي. هبتدي اسقط الجبنة بتاعتي واحدة واحدة. انا دلوقتي حطيت كل الجبنة بتاعتي، بس مش عايزاها تتكسر مني، عايزة اوريها لكم. هي هتقعد لمدة نص ساعة. لما الاقي الجبنة بتاعتي طلعت، انا وطيت عليها يعني خليت النار متوسطة. اول ما الجبنة بتاعتي تطلع على الوش يبقى خلاص كده هي بقت تمام، واقدر ان انا اطلعها. طول ما هي تحت يبقى لسه، ويعني مش اقل من نص ساعة ان شاء الله. نص ساعة وارجع لكم تكون الجبنة بتاعتنا خلصت ونطلعها. هنا حطينا ميه بملح هندوبها علشان ننزل الجبنة فيها بعد ما الجبنة اتسلقت وتعقمت كويس جدا، ونسيبها لمدة ساعة ونص في المية وملح. وبعد كده نقدر ان احنا نحتفظ بيها في التلاجة ونستخدمها. هندوب الملح ونخرجها مع بعض. زي ما احنا شايفين الجبنة كلها طلعت بقت على وش المية. حاول ان انا اطلعها بالراحة كده، وانزلها في المية ام ملح، واسيبها ساعة ونص لساعتين تملح بس. المصل تقدري تستخدميه في المعجنات بعد، او ارميه اللي يعجبك يعني. تقدري تستخدميه في انك تعملي منه معجنات، لان هو مليان بعناصر غذائيه وفيتامينات عاليه جدا، خساره يترمي. والجبنه زي ما احنا شايفين كده حطيناها في الميه وملح. هنسيبها بس تتملح ونبتدي ان احنا بعد كده نستخدمها. وبعد ما سيبناها في الميه ساعتين ميه بملح طلعناها، وده كان الشكل النهائي بتاعها زي ما احنا شايفين. انا بجيبها غاليه جدا صوابع الجبنه الحلوم. طبعا احنا ما عندناش الاجهزه بتاعتهم والمكابس والحاجات اللي تطلع الشكل منمق يعني، بس اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله طالعه اهي كويسه جدا جدا ومتماسكه. عملتها لكم بادق التفاصيل، بس احنا عاملين كميه صغيره وعاملين بالزبادي، والشغل بالزبادي مش بيبقى بيرفكت. هعملها لكم تاني ان شاء الله بالمنفعه بكميه اكبر. وعايزه اقول لكم ان هي لذيذه جدا جدا جدا. عملنا منها سندوتشات وكلناها كده، انا بحبها جدا، بحب اقعد اكلها كده. وكمان ديت الجبنه اللي قرشناها من المصل، ونقدر كمان نستخدم المصل لو حابين تستخدموه في معجنات او حاجه. وانتظروني في كل جديد واقتصادي وعلى قد الايد مع قناتكم على قد الايد والذ الوصفات مع استاذة.